يا دكتور تعقمها ولا ايه؟ رقم ايه يا عم؟ صباح الفل. لا 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 لا، انت عايز تعمل زي صاحبتهم ولا ايه؟ قطط ما بقالهمش اسبوع عايزه تعقم. خليني بس اقول لك، سن التعقيم في القطط الولاد بيبتدي من بنتكلم بتروح من سن ال6 ل9 شهور، وده بيختلف ما بين حالة كل قط والحالة الجسدية بتاعته والنمو بتاعه. أما في القطط البنات بنتكلم من سن من 7 ل8 شهور فيما فوق. طب وايه الاسباب اللي انا اعقم عشانها؟ والله بقى دي حاجات كتير بترجع لحسب كل حيوان وحسب كل اونر، لكن خليني اكلمك عن اشهر سبب. اشهر سبب في التعقيم بالنسبه للولاد هو طبعا سبب طلب الجواز بتاع القط طلب الجواز بتاعه بيبقى عنيف جدا جدا جدا، لدرجه ان ممكن تخلي الاونر نفسه اللي متعلق بيه ومرتبط بيه من وهو بيبي قد كده زي الاخ ده كده انه يبقى عايز يمشيه. فخليني اقول لك ان طلب القط للجواز الذكر بيبقى عنيف جدا. اوقات بيبتدي بقى مصاحب بان القط عايز يرش، القط بيبتدي يزعق طول الليل، القط مش عايز ياكل، القط عايز يهرب، القط بيرجع متبهدل حشرات. فالاونر بيريح دماغه وبيقول لك لا خلاص خلينا نعقمه. التعقيم حل امن وسهل وسريع بالنسبه للنقط ديت، ومفيد قوي بالنسبه للاونر اللي القط عامل له مشاكل في طلب الجواز. والله بقى دي نقطه تانية. تعقيم البنات، القطه البنت ما بتطلبش جواز كتير، لكن المره اللي بتطلب فيها جواز بتبقى مره. خليني اقول لك ان القطه البنت بتطلب جواز في مده بتتراوح من 7 ل 10 ايام، ولو ما اتجوزتش فيهم للاسف بترد تاني ممكن بعد اسبوع. غالبا معظم القطط في مصر بتطلب في فتره الربيع في ما بين تغيير الفصول، يعني حوالي رينج تقريبا كل 3 شهور. لكن كمان في بوينت عايز اقول لك منها، ان تعقيم البنت القطه البنت لما تطلب جواز بيبقى موضوع صعب قوي 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 على الاونر بيجي فاكر ان القطه لبسها جن، لبسها عفريت، القطه جالها صرع، القطه جالها مش عارف ايه، مبيبقاش فاهم في ايه بيحصل. يلاقي القطه بتلف حوالين نفسه حوالين نفسها طول الليل، تقعد تنادي على داوود بالليل ومش فاهمين في ايه، القطه بتقطع اكل، القطه بتصوت. بيبقى مره يعني. السن زي ما قلنا من 7 ل8 شهور. بنفضل دايما التعقيم لو في القطط البنات، لان لو مش هتجوز القطه البنت بتاعتك فاحتماليه اصابتها بسرطانات واورام في الرحم، سواء في الرحم او في اللسان، كبيره جدا. فيفضل ان ما كنتش ناوي تجوز القطه بتاعتك، او مش ناوي ليك انترست في ان يبقى ليك خلفه او قطط تانية صغيرين او كيتنز، او تعمل اسره قططيه، فالحل الافضل ليك الامن دايما هو تعقيم القطه البنت. شكرا يا دكتور.